السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كلاسيك كار. هنتكلم عن أكتر السيارات المطلوبة والمرغوبة في السوق المصري. هيونداي أكسنت من موديل 98 ل 2006. هنتكلم عن النسخة الثانية من هيونداي، مواصفات السيارة وعيوب ومميزاتها، وهنتكلم عن آخر أسعارها. يلا بعد الفاصل. هيونداي أكسنت الجيل الثاني، موديل 98 إلى 2006، الشكل الأكثر انسيابية. هنتكلم عن مواصفات السيارة. هنبدأ بمحرك السيارة. محرك السيارة ليه 3 محركات. محرك 1300 سي سي كربراتير بيولد 72 حصان، ومحرك 1500 سي سي يولد 92 حصان، وفي محرك 1600 سي سي بقوة 106 حصان. طبعا المحرك ال 1600 ده مش موجود في مصر كتير. اكتر حاجة اللي موجود ال 1300 كربراتين وال 1500 انجكشن اللي هو الحقن الالكتروني. بالنسبة لأقصى عزم للدوران 130 نيوتن على المتر. منه طبعا الفتيس المانيوال والفتيس الأوتوماتيك، 5 سرعات المانيوال، والماتيك 4 سرعات. تسارع السيارة 12 ثانية في المية كيلو. استهلاكها في الوقود متوسط إلى حد ما 8 لتر ونص لكل 100 كيلو. ده بالنسبة للسيارة ال 1500 سي سي. بالنسبة لو ال 1300 بيبقى أقل، تقريبا بيبقى 7 لتر لكل 100 كيلو. بالنسبة لخزان الوقود 45 لتر لل 1500 سي سي. بالنسبة لل 1300 35 لتر. طبعا حجم شنطة السيارة 300 لتر. طبعا متوسط أو تحت المتوسط، حجمها قليل. بالنسبة لبودي السيارة أو هيكل السيارة كله زي بعضه، ال 1300 وال 1500 وال 1600 هي الصاج أو البودي بتاعه نفس الشكل، بس يختلف في المواتير والأوتوماتيك والمانيوال. وزن السيارة 1050 كيلو طبعا وهي فاضية. جنود السيارة حديد، منزلش منها جنط طبعا إلا السيارات الخليجي اللي جاية من بره. هنتكلم عن أنظمة التعليق للسيارة. بالنسبة للتعليق الأمامي ميكفيرسون. طبعا آلات الجر احنا عارفين كله بيبقى نظام كبالن. بالنسبة لنظام التعليق الخلفي منفصل، بيديك ثبات متوسط. نظام التعليق الخلفي بيبقى نظام تورشومبين. فالعفشة بتبقى متوسطة إلى حد ما. بالنسبة لهيونداي أكسنت، تعال بقى نتكلم عن التصميم الداخلي للسيارة. معظم الخامات الداخلية للسيارة مصنوعة من البلاستيك الناشف. الصالون أو الكراسي من القماش. بالنسبة للعداد السيارة، طبعا عداد السرعة والحرارة والبنزين طبعا كله تقليدي. بس كشكل الطابلوه يعني كويس في وقته أو في زمنه، كان شكله مميز عن القديم. وبالتالي من داخل السيارة متوسط إلى جيد. هنتكلم السيارة فيها تكييف، والتكييف الأفضل في المحرك ال 1500. طبعا بيستحمل أكتر، أو لما تشغل التكييف بيبقى عزم السيارة مظبوط. إنما لو 1300 سي سي بتبقى طبعا التكييف ضعيف أو بياخد من عزم السيارة. بالنسبة للشكل الخارجي للسيارة، شكلها انسيابي. السيارة شبابي. الفوانيس هالوجين من أمام ومن الخلف، والإكسدامات شكلها كويس مقبول مع السيارة. تعال بقى كده ونتكلم عن مميزات وعيوب السيارة. هنبدأ أول حاجة بالمميزات. بالنسبة لمميزات السيارة، الموتور أو المحرك ال 1500 سي سي قوي ومميز جدا في التكييف. قطع غيار السيارة متوفر ومنتشر في كل مكان، وفي أسعار في المتناول الإيد. بالنسبة لصيانة السيارة سهلة جدا. تعال بقى نشوف عيوب السيارة. أول حاجة العزل بتاعها. العزل بتاعها متوسط أو تحت المتوسط. بيبان معاك في السرعات العالية، صوت الهواء وصوت الموتور مزعج شوية. تاني حاجة الأمان. الأمان مفيش أمان للسيارة الهيونداي أكسنت. كلما زادت السرعة بتبقى السيارة مخيفة جدا. مفيهاش إلا حزام الأمان، مفيهاش أي كماليات من التانية. شنطة السيارة طبعا 300 لتر، قليلة برضو. طابلوه السيارة مصنوع من البلاستيك الناشف. طبعا دي مشكلة كبيرة. يا اما بتغير الطابلوه، يا اما بتحط له بادة، او بتعمل له بعض اللحامات او كسوة. وهي دي عيوب السيارة. يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتفعل لنا زر الجرس.
تعال نتكلم عن آخر حاجة، أسعار السيارة في السوق المصري تحديث شهر فبراير 2024. يتراوح سعر السيارة من 140 ألف إلى 190 أو 200 ألف، كله يفرق معاك على حسب الحالة أو على حسب الموديل. بس لو جبت أقل من 140 بتبقى حالتها تعبانة ومتحتاج معاك مصاريف، فيفضل إنك تشتري عربية حالتها كويسة عشان ما تتعبش مع الفنيين في مراكز الصيانة. والكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. تحياتي ليكم، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.